السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. لو حضرتك أول مرة تسمعني، أنا هايدي معوض، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ودي قناتي، قناة القانون بيقول إيه. بحاول في القناة دي إن أنا أقدم محتوى قانوني يفيد الناس على قد ما أقدر، وأرد على كل التساؤلات والاستشارات القانونية اللي بتجيلي. أما بالنسبة لفيديو النهاردة فإحنا هنتكلم بكل بساطة ووضوح عن التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، لأن بقالنا فترة كبيرة قوي بنسمع عن تعديلات كتير جدا لقانون الإيجار القديم، ولكن الفرق إن كل التعديلات اللي سمعنا عنها الفترة اللي فاتت هي تعديلات غير صادرة بشكل نهائي. الجديد إن التعديلات دي صدرت اليوم بتاريخ 17/6 لسنة 2025 بشكل كبير قوي، هي الأقرب للنهائية بنسبة 99%. هي دي التعديلات اللي هتطبق خلال الفترة اللي جاي. تابع معايا الفيديو ده علشان نعرف ايه اللي هيتغير، امتى القانون ده هيتطبق، وهل فعلا المستأجر ممكن يتضر ولا المالك أخيرا ممكن ياخد حقه. خلينا كده نتكلم بمنتهى البساطة للناس اللي ما عندهاش خلفية بقانون الإيجار القديم. يعني إيه أصلا قانون الإيجار القديم؟ قانون الإيجار القديم هو قانون الدولة عملته زمان جدا علشان يخفف الحمل عن الناس بعد الحروب والظروف الاقتصادية اللي مرت بيها مصر. بس مع الوقت بقى فيه مشكلة إن الإيجار ثابت والظروف بتتغير، فالناس اللي مأجرة شقق بقالها سنين طويلة بإيجار قليل جدا من ملاك خلاص نسيوا أو فقدوا الأمل في إن أملاكهم ترجع لهم تاني، لحد ما صحينا في يوم 9/11 سنة 2024 على حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا. أخذت قرار مهم جدا جدا بخصوص الإيجار القديم، وقالت فيه نصا إن القانون اللي بيخلي الإيجار ثابت وما يزيدش من سنين ده قانون مش دستوري، يعني مش عدل ومش من حقه إنه يستمر. طيب إيه السبب؟ السبب إن المالك مظلوم، بيأجر شقته بملاليم ولسنين طويلة من غير ما يعرف يزود ولا يغير. المحكمة قالت كلمتها ووجهت كلامها للبرلمان اللي هو مجلس الشعب، إن انتم عندكم 8 شهور تعدلوا القانون وتعملوا نظام جديد يراعي حقوق الطرفين، المالك والمستأجر. الخناقة دي الحقيقة بقالها سنين كتيرة جدا جدا، حوار شيق ما بين المالك والمستأجر. المالك يقول للمستأجر أنا بقيت أدفع إيجار بره في البيت اللي أنا قاعد فيه 2003 و4 و5 و6، في حين إن أنا عندي ملكي ولكن غيري بيستفاد بيه. واللي أكتر من كده إن أنا حتى مش هعرف أورث الملك ده للورثة الشرعيين بتوعي، ده أنا أملاكي اللي انت قاعد فيها ومستفيد منها هتورث لأولادك انت، للورثة بتوعك انت، ولكن انا مش هينفع ان انا استفيد من الاملاك. ليه؟ لان قانون الإيجار القديم برضو كان بيؤكد على امتداد عقد الإيجار للورثة، يعني لو في علاقة قانونية والعلاقة دي انتهت بوفاة أحد الطرفين، عقد الإيجار القديم ما كانش بينتهي عند الوفاة ولكن كان بيمتد، يعني بعد ما المستأجر بعد عمر طويل يتوفى كمان الشقة دي بتنتقل من ضمن التركة للورثة. وبالتالي من وجهة نظر المالك كان بيشوف إنه معاناته بتورث، بتنتقل من جيل إلى جيل. بس المستأجر كان بيرد عليه ويقول له انت شايف ان انا ظلمك، ولكن انا ما ضربتكش على ايدك، انا وانت، انت مالك اصيل وانا مستأجر اصيل. اتفقنا على اتفاق وفقا لقانون الدولة هي اللي حطاه، انت كنت عارف البنود بتاعته وعارف ان الأجرة قليلة وعارف ان الشقة هتمتد من جيل الى جيل، ورغم كده ما اعترضتش، اخدت خلو الرجل
وأنا كمستأجر كنت منتظم معاك في دفع الإيجار بشكل مستمر، ولحد النهاردة في سنة 2025 أنا لسه منتظم معاك في الإيجار. فالمحكمة الدستورية العليا حاولت إنها تقلل من هذا النزاع بالحكم الدستوري اللي صدرته يوم 9/11، واللي بأكد فيه تاني إنها قالت الفقرة الأولى من قانون الإيجار القديم فقرة غير دستورية، واللي بتنص على قيمة الإيجار، يعني ما ينفعش الإيجار ما يزيدش لأن ده بيكون ظلم للمالك. من وقت 9/11 سنة 2024 لحد شهر 6 2025 سمعنا عن تعديلات كتير جدا 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 وحوارات سياسية كتير جدا جدا ما بين أشخاص كتير بيمثلوا الملاك وما بين أشخاص مسؤولين بيمثلوا المستأجرين. ولكن التعديلات دي كلها اللي كانوا بيتكلموا عليها ما كانتش صادرة بشكل رئيسي أو ما كانتش صادرة بشكل رسمي 100%، أو يقال إنها تطبق أصلا بشكل رسمي لحد يوم 17/6/2025 مجلس الشعب بعد 8 شهور رد على المحكمة الدستورية العليا وقال لها أنا خلصت التعديلات بتاعتي واللي هتصدر بشكل رسمي. نيجي هنا بقى لموضوع الفيديو. إيه هي التعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة اللي صدرت وإيه اللي هيطبق خلال الفترة اللي جاية؟ قانون الإيجار القديم القانون الجديد اللي بينظم العلاقة ما بين المالك والمستأجر في الشقق والمحلات القديمة المؤجرة طبقا للقوانين السابقة. رقم 1، مدة الإيجار. العقود القديمة هتنتهي بعد 7 سنين للسكن للشقق السكنية و5 سنين للمحلات أو الأنشطة الغير سكنية. يعني لو حضرتك قاعد في شقة إيجار قديم خليك عارف إن بمجرد صدور التعديلات دي بشكل رسمي معاك مهلة 7 سنين علشان تقدر تنقل من المكان اللي انت فيه لمكان تاني، وهنتكلم عن البديل اللي الدولة حطاه من ضمن التعديلات دي بعد شوية. يبقى رقم 1، العقود القديمة هتنتهي بشكل رسمي بالنسبة للشقق السكنية هتنتهي بعد 7 سنين، وبالنسبة للمحلات التجارية أو الأنشطة الغير سكنية هتنتهي بعد 5 سنين. في خلال 7 سنين أو في خلال 5 سنين أنا كمستأجر هدفع الإيجار بتاعي زي ما كنت بدفع قبل كده ولا الإيجار هيتغير؟ قبل ما أرد عليك حابة أن أقولك إن الدولة عاملة حاجة اسمها لجان تقسيم، بتعمل حصر وتقسيم للمناطق اللي موجود فيها شقق ومحلات وفقا لقانون الإيجار القديم، وبتقسمها تقسيم متميز، تقسيم متوسط، تقسيم اقتصادي. ده بناء على ايه؟ ده بناء على الموقع اللي فيه الشقة والخدمات وسعر الإيجار. فبناء على التقسيمات دي الإيجار هيزيد وفقا لكل فئة الدولة هتقسمها. يعني مثلا من الشهر اللي هيطبق فيه القانون الجديد المناطق المتميزة هتزيد 20 ضعف 20 ضعف الإيجار اللي كنت بتدفعه في المناطق المتميزة هتدفعه في قانون الإيجار القديم بالتعديلات الجديدة، مع العلم إن الحد الأدنى هيكون 2000 جنيه. ده بالنسبة للمناطق المتميزة. نقول تاني، لو شقة حضرتك الدولة حصرتها وقسمتها إنها تبع المناطق المتميزة يبقى ده معناه إنك هتدفع 20 ضعف الإيجار اللي انت كنت بتدفعه مع حد أدنى 2000 جنيه. نيجي للطبقة التانية وهي الطبقة المتوسطة. الطبقة دي أصحاب الشقق الملاك هيستفادوا ب10 أضعاف الإيجار القديم مع حد أدنى 400 جنيه. نيجي للطبقة الأخيرة وهي الطبقة الاقتصادية، 12.5 ضعف بحد أدنى 250 جنيه. والمستأجر هيدفع 250 جنيه مؤقتا لحد ما التقسيم يخلص، وبعدها
بيسدد الفرق على اقساط. بالنسبة للمحلات والأنشطة الغير سكانية، الإيجار هيزيد فيها 5 أضعاف من أول شهر بعد تطبيق القانون. احنا قلنا إن الشقق السكانية أو الشقق المستخدمة في السكن هتزيد 7 أضعاف، وبالنسبة للمحلات أو الأنشطة التجارية هتزيد 5 أضعاف. ده من إمتى؟ ده من أول شهر بعد تطبيق القانون. نيجي كمان لنقطة مهمة في التعديلات الجديدة، إن الإيجار هيزيد سنويا بنسبة 15%. يعني كل سنة الإيجار هيزيد بنسبة 15% تلقائي، 15% زيادة على الإيجار اللي انت بتدفعه 10 جنيه 50 جنيه 200 جنيه. الإيجار ده هيزيد 15% أيا كانت الطبقة اللي انت فيها، سواء كانت طبقة متوسطة أو متميزة أو اقتصادية. الزيادة دي هتطبق على ال3 طبقات. ونيجي لأهم نقطة من رأيي شايفاها في التعديلات الجديدة. الأول، المالك ما كانش بيقدر يرفع دعوى طرد أو دعوى إخلاء على المستأجر، لأن القانون قايل إن هو هيدفع الإيجار القليل اللي اتفقتوا عليه زمان. ولكن في التعديلات الجديدة القانون بيقول المستأجر لازم يسلم المكان بعد المدة اللي حددها القانون، اللي هي امتى؟ بأكد تاني، 7 سنين للشقة السكنية و5 سنين للمحلات التجارية. والأهم من النقطة دي هي نقطة إن لو المستأجر ساب الشقة لمدة سنة كاملة من غير سبب، أو تم اكتشاف إن عنده بديل مناسب، ساعتها المالك يقدر يطلب من المحكمة طرده فورا، والمحكمة هتنفذ حكم المالك. نيجي لآخر نقطة في القانون أو تعديلات قانون الإيجار القديم، وهي حق الحصول على وحدة بديلة. الدولة بتتيح شقق أو محلات بديلة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء، بشرط ان انت تتنازل عن الشقة القديمة. يعني قبل ما الفترة بتاعتك تخلص تقدر تقدم على طلب للحصول على شقة من الدولة او محل بديلة لحضرتك لو انت قررت الإخلاء، يعني تتنازل عن الشقة القديمة اللي انت قاعد فيها. النقطة الأخيرة وهي إلغاء القانون القديم. قانون الإيجار القديم هيتم إلغائه بشكل رسمي. ده إمتى؟ ده بعد مرور 7 سنين من وقت تطبيق القانون الجديد. يعني القوانين القديمة الخاصة بالإيجار القديم هتتلغي بشكل نهائي تماما، مش هيكون في حاجة تاني اسمها قانون إيجار قديم. القانون ده هيطبق إمتى؟ زي أي قانون بيطبق من تاني يوم لنشره في الجريدة الرسمية. يعني ملخص لتعديلات قانون الإيجار القديم الصادرة بتاريخ 17/6/2025، إن القانون من وجهة نظره بيحاول يوازن ما بين حق المالك اللي محروم من شقته وما بين حق المستأجر اللي معاه عقد وعايش بقاله سنين، فعمل فترة انتقالية وزيادة تدريجية وفرصة بديلة من الدولة. ليه؟ محاولة من الدولة لحل أزمة مزمنة بقالها سنين وسنين. ببساطة احنا قدام قانون بيحاول يحل أزمة بقالها سنين ما بين الملاك والمستأجرين، بيحاول يرضي الطرفين ويدي كل واحد فرصة يرتب فيها نفسه. فلو انت مكان المؤجر أو مكان المستأجر أكيد الموضوع يهمك. قولي في الكومنتات شايف القانون ده عادل ولا محتاج يتظبط أكتر؟ وسؤال ليك، لو كنت مكان المشرع كنت هتعدل ايه في القانون؟ بشكركم جدا على المشاهدة، وإن شاء الله هشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.